أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وأكيد بإذن الله هنلاقي لها حل. ومعانا مشكلتنا النهاردة. بقالي فترة بشوف فيديوهاتك والناس اللي بتتابعك علشان عاوزين مشورتك. عاوز أعرض عليكي تجربتي القاسية، ودي مش مشكلتي لوحدي، دي مشكلة ناس كتير جدا لكن محدش فيهم يقدر يتكلم عنها. أنا راجل عندي 56 سنة وبشتغل في مكان مرموق جدا، ببذل مجهود رهيب في شغلي والحمد لله حققت نجاح كبير جدا فيه. وانا بطبيعتي شخص هادي وما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. اتربيت في اسره متوسطه كلهم بيحبوا بعض، ويمكن ده سر الهدوء اللي انا فيه وبحمد ربنا دايما عليه. بعد ما اتخرجت من الجامعه اتجوزت جواز صالونات تقليدي عن طريق الاهل والمعارف. خطبتها حوالي اسبوعين بس، وكتبنا الكتاب واتجوزنا بعدها بشهر. وعلشان كده ما عرفتش شخصيتها كويس. من اول يوم عرفت ان مراتي من النوع اللي باصه دايما على اللي في ايد غيرها، وحياتنا مليانه مقارنات. عمرها ما بترضى باي حاجه ربنا رزقني بيها. ربنا يعلم ان انا كنت بعمل ايه علشان ارضيها، ورغم كده عمرها ما حمدت ربنا على نعمه علينا. حتى لما كنت بحاول ابقى رومانسي معاها، قدمت لها مره ورد، لقيتها بتتريق عليا وقالت لي ايه التفاهه دي، وقامت رميها في وشي. اللي زاد وغطى انها حولت حياتنا لقلق مستمر. مجرد ما نستقر في شقه تفضل تصرخ وتعمل معايا مشاكل لحد ما نغير الشقه. وعلشان الحق على متطلباتها الماديه دي اضطريت اشتغل شغلانه تانية بعد ساعات شغلي الطويله. برجع بالليل متاخر ميت من التعب. ولا عمرها حتى عملت لي عشاء ولا قالت لي ربنا يعينك. اهم حاجه عندها انها تشتري براندات، سواء لبس او شنط او ميك اب، وتظبط ديكورات الشقه. شخصيه شرسه جدا حتى مع اهلها، لدرجه ان والدتها ماتت وهي غضبانه عليها وقالت لها كده في وشها. وكانت دايما بتقول لها انت السبب في جوازتي دي. وانا بصراحه كنت بسهر الليل افكر، طب هي ليه بتعمل كده؟ ليه شايفاني وحش رغم ان حياتنا مستقره ماديا واجتماعيا افضل من اهلها كمان؟ ورغم كده كانت حياتنا في نكد مستمر. احترت، رحت دار الافتاء، قعدت هناك مع عالم فاضل، حكيت له حكايتي. قال لي انها نموذج عجيب من البشر. ورجعت من عنده، وبصراحه انا كانت اعيتني كل الحيل في ارضائها. وجالي ازمات صحيه كتير، اضطريت اني اعمل اكتر من جراحه. ولا عمرها مره جت معايا المستشفى، كانت دايما بتسيبني اروح لوحدي. واللي كان بيخليني ابكي ويصعب عليا نفسي ان جيراني واصحابي في الشغل كانوا بيقسموا الوقت مع بعض علشان يروحوا معايا المستشفى او للدكتور. كانت بتتعامل معايا كاني مش موجوده اصلا. تحملت كل الاذى النفسي ده علشان ابني وبنتي مالهمش ذنب في اللي امهم بتعمله معايا، ولا لهم ذنب في سواد قلبها. لحد يوم 18 يونيو اللي فات كنت بطلت الشغل الإضافي علشان صحتي اتدهورت جدا. ولما رجعت شغلي الأساسي لقيت ابني طالب الجامعة اللي في كلية طب، وبصرف عليه كل شهر أكتر من 3000 جنيه نايم. كانت الساعة وقتها 7 بالليل، وكان جاي لي فني يصلح بعض المشاكل يعني والأعطال في الشقة. حاولت أصح ابني لأنه ما كنتش قادر أقف من شدة تعبي علشان يقف مع الفني، لكن ما ردش عليا. فدخلت أقول له يا ابني ما يصحش كده، أنا تعبان ومش قادر أقف مع الفني، أنت عندك استهتار ولا مبالاة؟ بصراحة الرد فعل ابني صدمني. لقيته فجأة بيشتمني بألفاظ رهيبة، وتهجم عليا وعورني في بجرح في وشي، هددني بالقتل. والله العظيم ده اللي حصل، واللي بعده عني الفني. جالي صدمة عصبية والموقف مش راضي يفارق خيالي. انا من ساعتها مقهور. يعني انا اتحملت كل ده علشانه هو واخته، وفي الاخر ما لاقيش قلب حنون يحتويني وقت الشدة. كتمت حزني وقلت لازم اتعامل بعقلانية. سبت البيت وعايش دلوقتي في شقة لوحدي بالايجار. اما بقى عن موقف مراتي، رفضت سلوك ابننا واتخانقت معاه، بس في نفس الوقت اعترفت لي اعتراف قاتل بان هي بتكرهني من اول يوم اتجوزتني فيه، علشان انا بخيل بعد كل الفلوس اللي بديها لها ومستوانا العالي. انا بصراحة مصدوم بعد كل السنين دي. لا ولاد كويسين ولا زوجة حنونة، يعني مكتوب عليا اعيش في عذاب وهوان وحرمان لحد ما اموت. اصل ما ينفعش في سني ده اتجوز تاني وابدا حياة تانية. لصاحب المشكلة، في الحقيقة انت ومراتك لازم تتحملوا مع بعض اسباب حياتكم المنهارة دي. انا ما ببرئش حد فيكم، حتى اللي ابنك عمله وربنا يحاسبه عليه في الدنيا وفي الاخر انتوا برضو اللي لازم تتحملوا نتيجته. مراتك هتتحمل الجانب الاكبر بكتمانها لكراهيتها ليك لاكتر من 20 سنة، وانت هتتحمل الجانب التاني بسلبيتك، لان انت كنت حاسس بالكراهية دي ومفيش ولا مرة حاولت تصارحها وتقول لها ايه اسبابها. انتوا الاتنين استمريتوا في حياة خالية من المشاعر، وللأسف الغضب اتراكم وحصل طلاق نفسي لما انفجرت الأحاسيس دي كلها. فهي صرحتك بكرهها ليك، وجاء ابنك أكد على ده، لأن التصرف ده مستحيل يصدر من ابن اتربى تربية سليمة في بيئة هادية وسوية. ابنك اتربى في جو مشحون بالتوتر. وبصراحة ده درس لكل أب، ما يسيبش ولاده من غير توجيه وإرشاد ومن غير ما يصاحبهم ويتحول بس لمجرد بنك بيصرف عليهم. خلينا نتكلم بصراحة، مفيش كراهية من غير سبب سواء كان كامن أو ظاهر. الاسباب الظاهره مثلا زي البخل، وده اللي مراتك اتهمتك بيه رغم ان انت بتنفيه عن نفسك تماما. والاسباب الكامنه زي انعدام التفاهم وغياب المشاعر، وكمان ما صرحتوش بعض بده. فتقدر تقول ان اللي حصل ده يعني تراكمات سنين كتير. في مقوله كده بتقول لا يوجد حريق يتعذر اطفاؤه في بدايه الاشتعال بكوب ماء. يعني المفروض مشاكلنا تتحل اول باول.
لو اتحلت أول بأول عمرها ما هتكبر وتوصل لكده. وممكن تكون في الوقت اللي مراتك كانت منتظرة منك فيه المشاعر والطيبة والحنان كنت بترجع تعبان ومشغول بشغلك وتحقيق مستوى مادي معين، فهي ما كانتش لاقية تفاهم معاك. بصراحة انت لازم تحسم أمورك وتحطها في نصابها صحيح. ما ينفعش حياتك تستقيم بالطريقة دي، لازم تشوف المشكلة من منظور تاني. فمراتك يا إما هتكون مريضة نفسيا ولازم توديها لطبيب مختص، يا إما في أسباب للكراهية دي ولازم تقعد معاها وتسألها إيه السبب، وحاولوا توصلوا مع بعض لحل وسط أو لشكل حياة يرضيكم انتوا الاتنين، وتدخل ناس عقلاء من أهلك وأهلها. ولو الحلين دول ما نفعوش يبقى تحسم أمرك وتنفصل وتدور على زوجة تانية تقدر ظروفك وتعيش معاها حياة هادية. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.